السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده بقى هنعمل معاكم كنتاكي ورز مصري بالكركم والكاري. وحشتوني كتير من اخر فيديو عملته معاكم، بقالي كتير ما صورتش علشان النت كان فاصل عندنا. النت بقى يقعد 10 ايام عندي بس، مش عارفه ليه يعني الحكايه دي. انا بقى جبت الفرخه بتاعتي، انا قطعتها قطع صغيره كده اهي، طبعا علشان ايه تستوي معايا وتبقى كويسه. اهي انا عاملاها في محلول النقع، ميه بملح وليمون. هصفيها بقى ونكمل مع بعض. رجعت لكم تاني حبايبي، انا صفيت الفرخه بتاعتي اهي، الفراخ المتقطعه اهي بالشكل ده من محلول النقع اللي انا كنت نقعاه فيها. هبدا بقى ايه احط البهارات بتاعتي اللي انا هحطها، هضيفها ليها كده. الملح اهو كده، شطه، وكده البهارات السبع كده. بقى هعصر ليمونه كبيره. خلاص بعد ما عصرت بقى الليمونه وحطيت التوابل بتاعتي، هحط ايه شويه ميه قليلين كده. هقلب بقى الخليط اللي انا حطيته ده مع الفراخ بالشكل ده كده. بنات بقى بعد ما قلبتها كويس الفراخ اهي في المحلول بتاعي، هحطه بقى على رف التلاجة كده. هشوف وقتي قد ايه ونرجع مع بعض تاني. طبعا كل ما بنسيبها فترة اكبر بتدينا نتيجة افضل. هركنها بقى على رف التلاجة ونرجع مع بعض تاني. خلاص كده بقى يا بنات، رجعت لكم تاني بعد كده 4 ساعات. 4 ساعات حطيت الفراخ بتاعتي على درج التلاجة، على رف التلاجة، وبقيت طبعا من وقت للتاني بقلبهم في الخليط ايه اللي انا عملته معاه اهو. شايفين شكلها اتبلت وبقت جميلة ازاي؟ الخلطة بتاعتها جميلة. هنيجي بقى هنعمل هنحط بقى الدقيق اهو كده. هحط بقى حوالي 4 أو 5 معالق دقيق. الدقيق هحط عليهم مثلا ايه 3 معالق نشا. طبعا انا حطيت الكميه دي، ولو عوزت ايه هكمل تاني. ليه؟ عشان ما ارميش حاجه، ما بقاش زمن الرمي ده اهو. هقلبهم بقى كويس كده، وهبدا احط الفراخ بتاعتي في الدقيق ده على النشا كده. بقى انا بدات اجيب الفراخ بتاعتي اهي، بحطها في الدقيق على النشا اهي اهي بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا بنات اهو، اسهل من كده مفيش. بس كده انا خلصت الكميه دي. بقى هحطها تتقلي وارجع ايه اعمل اللي فاضل معايا تاني، الجزء اللي فاضل. عايزين طبعا تتحط في مره كمان، يعني بعد ما اتحطت كده. طبعا انا حطيت الزيت اهوت سخن. هحط بقى الكميه اللي انا عملتها تتقلي على ما اخلص الجزء التاني. خلاص كده بقى الفراخ بتاعتي بدأت تتحمر اهيت. على ما تتحمر هنعمل بقى الرز مع بعض. انا جبت الحله حطيت فيها شويه بقى الليمونه في قلب الزيت. انا حطاها على النار الحله اهي، حطيت عود القرفه و3 وحدات حبهان. هحط شويه بهارات 7، شويه كاري اهو، والكركم اهو. بقى على التوابل اللي انا حطيتها هحط ورقتين لوري.
هنقلب بقى كويس، هندمجهم كلهم مع بعض بالشكل ده كده، وهحط شويه الملح. خلاص كده بقى قلبتهم مع بعض. هضيف الميه بتاعتي اهي بالشكل ده فوق. دول كوبايتين رز، هحط لهم كوبايه ونص ميه. خلاص كده بقى هسيب الرز يتشرب اهو معانا، وهطلع الفراخ. كده بقى انا هطلع الفراخ اللي استوت واحط الكميه الباقيه اهي. اتحمرت بقت شكلها جميل. طبعا هي بتتحط حبايب في زيت غزير عن كده، بس انا ما عنديش زيت بقى، يعني انا حطيت الزيت اللي عندي اهو، قاعده اقلب فيها بقى عشان تستوي. هحط بقى بقيه كميه الفراخ. خلاص كده بقى يا جماعه خلصنا الاكل اهو. انا كده الفراخ المقرمشه بتاعتي خلصت اهي، طلعتها خلاص، او الفراخ كنتاكي اهي. كده خلاص الرز رخر استوى خلاص اهو، بقى مفلفل بقى جميل جدا اهو. خلاص كده بقى عملت جنب الرز وجنب الفراخ المقرمشه سلطه خضراء اهي يا حبايبي. اللي وصل بقى معايا دلوقتي ما ينساش اللايك، ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في قناتي، قناه اريج الجنه. شكرا لكم يا حبايبي.